أول يوم تحدي في ال20 دولار. هنفتح أول صفقة مع بعض. هنعمل ريسك ال2 دولار. أول صفقة ماشية معانا دلوقتي شكلها هتخسر. أهم حاجة إن احنا نلتزم بالقواعد، مش مهم إن احنا نكسب أو نخسر. المفروض إن احنا هنخاطر ب6 دولار في إجمالي اليوم. ممكن نتقسموا على صفقتين على 3، بس طبعا المبلغ صغير فاحنا مقسمين على صفقتين. أول صفقة خلصت معانا بخسارة 2 دولار. انا بحب اسجل شوية الحاجات دي علشان ابقى متابع في الجدول. هكتب هنا 2 دولار بالنيجاتيف، وهكتبها كده عندي. انا بكتب الحاجات دي علشان ما افتحش صفقة على طول في ساعتها. يعني بعمل سيستم لنفسي ان انا الصفقة ما افتحهاش بسرعة. دلوقتي هندور على الصفقة التانية، هنعمل بيها ريسك 4 دولار. كده احنا متبقلنا في اليوم كله 4 دولار من 6 دولار. دلوقتي برضو كتبت ال6 دولار لازم نوقف تداول بعد ما نخسرهم، ودي نقطة مهمة وانا هوريكم ان انا وقعت فيها وعملتها غلط بعد كده في الصفقة اللي جاية. من القواعد اللي انا حاططها في التحدي ده ان انت لو خسران صفقتين ورا بعض ما تفتحش التالتة في نفس السيشن، بغض النظر كسبت ولا ما خسرت في الرصيد مش تفرق معانا، المهم صفقتين ورا بعض نقفل الشارت على طول. انا دلوقتي شايف ان الشمعة عمالة تنزل، طبعا حسيت ان انا محتاج الحق الحركة قبل ما تتحرك، بس طبعا الحمد لله مسيطر على مشاعري. وهنستنى مع بعض لحد ما توصل للريسك بتاعنا على الاقل 4 دولار، نفتح عندها الصفقة بحيث ان احنا نعمل ريسك 4 دولار. والمكسب بقى اقل حاجة اللي هو الريسك تو ريورد ريشيو اقل حاجة تبقى 1 to 1.5. يعني لو مثلا 4 دولار ريسك يبقى مثلا مكسب 6 دولار. هنفتح مع بعض الصفقة دلوقتي. كده فتحنا الصفقة، الريسك بتاعها 4 دولار. طبعا انا بتكلمش في اي استراتيجي دلوقتي، انا بتكلم في اهم حاجة ان احنا ننفذ القواعد اللي احنا حاطينها. طبعا احنا كده عاملين البروفيت حوالي 6 دولار، وهنتابع مع بعض نشوف الصفقة تروح على فين. طبعا اهم حاجة واحنا بنتداول ما نخليش الشمعة تلعب في اعصابنا. ان هي نزلت تحت، في ناس تقولك دلوقتي انا اعمل احرك الستوب لوس عشان ما اخسرش، بس طبعا احنا خلاص يعني الستوب لوس ده ما نحركوش غير لما يكون عدى حبة بروفيت حلوين. كده واضح الصفقة التانية كده خسرت، كده انا خسران 6 دولار. الحتة اللي جاية دي بقى اهم حتة. ليه؟ لان المفروض ان انا خلاص انا كده وقفت تداول، انا خسرت الليميت بتاعي بتاع اليوم وهقفل الصفقة على كده. ولو هفتح تاني لازم اكون واخد بريك او في سيشن تانية. انا دلوقتي فتحت، اما خدت بريك بتاعي وفتحت صفقة تالتة، بس الغلطة الكبيرة اللي انا عملتها ان انا عملت ريسك ل6 دولار مرة واحدة، ما قسمتهمش، كان المفروض اقسمهم على صفقتين. فانا كده في القواعد انا كده يعني بوظت قاعدة ان انا مفتحش بريسك عالي، فتحت الريسك اليوم كله مرة واحدة. عملنا الريسك 6 دولار، واقل حاجة هنخليها ما بين 9 دولار ل12 دولار، بس ما يكونش مثلا 6 ل6 عشان عدد الصفقات لازم يكسبني في الاخر. احنا مع بعض هنا اهو. طبعا الواحد اعصابه بتتعب لما يقعد يشوف انها بدأت تكسب وهترجع تاني، كل ده ما يشغلناش بحاجة، نسيبها تنزل هتطلع براحتها. مركزين مع بعض. هي كده بدأت تنزل، نزلت معايا لحد اهو 3 دولار 4 دولار. المفروض في ناس تقولك حرك الستوب لوس، لا انا مش هحركه لسه دلوقتي،
لما احس انه عدى الشمعة اللي جنبه احركها. وهو فعلا دلوقتي اهو بيطلع تاني. يعني لو كنت حركت الستوب لوس لبريك ايفن كان زمان الصفقة قفلت على الفاضي. طبعا هو طلع فوق، لم سيولة بالبلدي كده بنقول عليها، يعني فول تاني. يعني دلوقتي حركت الستوب لوس لان هو خلاص لم سيولة بدأ ينزل. لو طلع تاني يبقى هو خلاص كده ايه، manipulation ومش وملناش دعوة ببعض. كده الصفقة الأخيرة قفلت بمكسب حوالي $9، وإجمالي الرصيد $23.